مم. ضغط عندك واطي خالص. ده غير طبعا الكسور اللي في جسمك. ايه يا ابني، انت دست عليك تريلا ولا ايه؟ يا دكتور لا مش تريلا، لا. يا جسمي، يا عظمي، يا كلي. امال ايه اللي دغدغك كده؟ انا بشتغل HR في شركه كبيره، والشركه كانت عامله اعلان وظايف، يعني عايزه موظفين. انا طبعا اللي كنت بعمل الانترفيوهات. ففي واحد من اللي عملت لهم انترفيو ضربني. ضربني يا دكتور، دغدغني. حسبي الله ونعم الوكيل. الو، مدير المستشفى فين؟ لا احنا عايزين نتصل بالبوليس، ده حد ضربه. احنا كنا فاكرين حادثة، لكن لا، ده حد ضربه، وضربه في الشركة اثناء الانترفيوهات اللي كان بيعملها. شوفوا هتعملوا ايه، اذا كنتوا هتاخدوا اجراء قانوني ولا لا. ايوه، كلموا البوليس، اتصلوا بالبوليس. انا عايز البوليس، انا اللي ضربته. الحقني يا دكتور، الحقني. هو ده اللي ضربني، هو ده المفتري اللي ضربني. انت اللي ضربته كده، انت اللي ضغطته كده. يا ابني ده مبقاش نافع. اسألوا انا ضربته ليه، اسألوا انا ضربته ليه. ضربك ليه بقى؟ فهمني. انا ما عملتلوش حاجة، انا قلت له مواصفات الوظيفة. الوظيفة ما فيهاش اجازات كل الايام، والشيفت من 12 ساعة ل 16 ساعة، والمرتب 1200 جنيه. ما عجبوش وضربني. 1200 جنيه؟ هو في حد لسه بيدي 1200 جنيه؟ لا، وثانية واحدة، هو مفيش اجازات ليه ان شاء الله؟ ليه يعني؟ ده لو شحات بياخد اجازة، بيدي نفسه اجازة والله. اللي بيقف على السيدة يشحت، بيجي يوم كده يلاقي نفسه جسمه مكسر يقول انا مش نازل النهارده، مع انه بيبقى بيفضل قاعد، يعني مش بيعمل حاجة، مش بيشتغل ولا يتعب. 1200 جنيه ليه؟ ما تفكرنيش بمأساتي. انتوا كده فكرتوني بمأساتي. انتوا ما تعرفوش انا واخد مرتب قد ايه هنا. لا بس مش لدرجة 1200 جنيه. انتوا انيل. صحيح. ايه حكاية من 12 ساعة ل 16 ساعة دي؟ يعني 1200 جنيه و16 ساعة؟ انتوا مجانين. شركة ايه دي؟ شركة ايه دي عشان اعمل ضدها بلاغ واقفلها؟ ده انت ما شفتش اللي حصل بعد كده. دخلت واحدة قمر الانترفيو بعدي، تخيل يقول لها ايه؟ مش محتاج شفتات وتعالي براحتك. مرتب كام بقى؟ 20,000. لا، وهي بجبروتها تقول له مش قليل يا استاذ، قليل ايه؟ فيخلي لها المرتب 30,000 عشان كانت في الشركة القديمة بتاخد 25. يعني لو شفت المنظر يا دكتور، انت مش ترفع قضية عليهم، انت هتولع في الشركة بالموظفين على قيد الحياة. ما هو عشان قمر. طبعا. ما هو تلاقيه بيصباص، بعدين اللي عايزة يندب فيها رصاصة دي. معلش يا ابني، ما تضايقش نفسك وما تقلقش. حتى لو في قضية انا هقف معاك وهدعمك ضد الاوباش دول. انت يا ابني بتفكرني بحياتي، بتفكرني بمأساتي مع المرتب اللي مش عارف له قلب من عضلة ده، اللي بيجي تحس ان انت بتاخده. عارف مصروف الفسحة اللي كنا بناخده كان زمان في المدرسة؟ تحس ان انت بتاخد مصروف الفسحة، مش مرتب هتعمل بيه حياة. اه والله يا دكتور، الواحد مبقاش عارف يعمل ايه في حياته ولا يبنيها ازاي. حاسس اني هتخرج منها قبل ما ادخل. هي ايه الحكاية؟ انتوا اتفقتوا عليا ولا ايه؟ انتوا اتفقتوا عليا؟ ربنا يستر. لا لا، ما تقلقش خالص، لا عادي عادي، ما يهمكش. ايه يا حبيبي، مين اللي عمل فيك كده؟ الف سلامة عليك يا حبيبي، الف سلامة عليك. ماله يا دكتور؟ قولي حالته ايه، انا مراته. زي ما انت شايفة كده، يعني هو تقريبا كده هيقعد له هنا مش اقل من شهرين، لانه تقريبا كله متجبس، متدغدغ يعني. بس عادي هيخرج. وعموما انا مش هعرف اطلع التقرير دلوقتي، لسه يعني بنشوف استجابته للعلاج. انت بقى سوسو اللي كنت تطلب منه عيش وجبنة؟ اه، انا اتصلت بيه. الله، لكن انت عرفت ازاي؟ اصلك اتصلت بيه وانا معاه في الانترفيو. اه، فهمت. مساء الخير، اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ انا حبيت اطمن عليك. ايه ده، انت جيت هنا؟ اه. منورة منورة.
انت مين وجايه تسالي عليه بصفتك ايه؟ حضرتك مراته؟ اصله اتضرب وانا معاه في الانترفيو. اه، كنت انا وهي في الانترفيو ساعة ما كان بيتضرب. اه فعلا. اهلا اهلا وسهلا. هي دي؟ يخرب بيته، دي حلوة فعلا، احسن من عسكري المرور اللي واقف جنبه ده. والله عنده حق. اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ انا كنت حابة اطمن عليه، هو اخباره ايه وحالته ايه؟ حالته قمر، حالته قمر وقمر 14 كمان. يعني طمني، اعتبريه في عينيا. انت عايزين اهتم بيه؟ اعتبريه في عينيا. حتى انت حتى انت يا دكتور. يلا هنعمل ايه حظنا. يلا. هي مين دي يا حبيبي؟ هي فعلا كانت بتعمل انترفيو معاك؟ الف سلامة عليك يا استاذ، حبيت اطمن عليك بجد، يعني انا فعلا قلبي اتقطع عليك. ميرسي يا قمر، ميرسي. هخرج لك، هخرج لك كلها شهر ولا 2 بالكتير، وهخرج لك. تخرج لها؟ إيه يعني ايه شهر ولا شهرين وتخرج لها دي؟ تخرج لها هي بصفة ايه يعني؟ وشيل ايدك يا نحنوحة، شيل ايدك يا مفستكة، شيل ايدك يا شبر ونص. يا ابني دي عاملة زي عارف السواك؟ عارف السواك؟ ده عاملة زي السواك. حتة عصاية ايه؟ دي مش جاية عصاية. عارف خدة السنان؟ دي خدة سنان. شيل ايدك يا بت، شيل ايدك من عليا يا بت. انا ما عملتش حاجة، انا بس بطمن عليه. وايه يعني؟ انا بطمن عليه بحط ايدي على دماغه علشان اشوف هو كويس ولا لا. فيها حاجة دي؟ ايه زعلك فيها؟ مش فاهمة. شيل ايدك يا خطافة الرجالة، انا اعرف النوع ده كويس، النوع اللي ينتنحنح والصوت اللي تحسه خارج من كثبة على بعد 80,000 كيلو كده، تسمعه بالعافية. عارفاكي يا خطافة الرجالة. لا، انا الاستاذة ايتن عامر مفطماني، حتى في اغنيتها بتقول خطافة الرجالة حرص منها. انت انت تتحط في المفرمة، طب والله تستحق، والله تستحق. تدري ليش؟ عشان بصبصه ابن جزمة. سيبك انا مراتك بقى. يلا بينا احنا يا دكتور نسيبه مع مراته. يلا. على فكرة كان بيبصبص لها في الانترفيو، وده السبب ان انا ضربته. كان هيعمل لها مرتب 20,000 جنيه، ما عجبهاش فعمل لها مرتب 30,000 جنيه. يلا اتصرفي انت بقى معاه. قلبي معاك، والله قلبي معاك، بس انا هضطر اسيبك بقى. انت حر مع مراتك يعني، انتوا 2 متجوزين، يعني دخل بيكم خارج، فانا خارج. ارتحتوا كده وانبسطتوا لما فتنتوا عليا كده؟ تمام. انتوا بقى، بص يا دكتور، يعني طلع لي تصريح الدفن، عشان اعتقد يعني انه خلاص انا سرت في الحياة طول الكفاية، واعتقد يعني جه الوقت ان انا اسلم الراية. حاضر، اول ما يكلموني ويقولوا لي المريض بيموت، هطلع لك تصريح الدفن. بس انا ما اقدرش دلوقتي اطلع حاجه. انت عايزني افول على المرضى؟ انت عايزهم يزعلوا مني في الاداره في المستشفى؟ لا ما ينفعش. انا خارج بقى، لو انت راجل ومرات والداخل منكم خارج، فانا خارج. يلا بينا. شيل ايدك من على وشه بدل ما طين عيشتك وعيشته. انا مش بسمع كلام حد، وانا بطمن على المدير بتاعي. فيها مشكلة دي؟ الف سلامة عليك، الف سلامة عليك. طب ودين اللي اجيلك؟ انا اللي هخليك تشيلي ايدك، انا اللي هخليك تتلمي واشدك من شعرك، يمكن يكون باروكة وافضحك وتبقي قرعة ولا حاجة. ايه يا مفستكة؟ ايه يا عفارة فندي؟ يا بنت ده انت متجيش عرسة. اتلمي يا بنت وامشي وابعدي عن جوز، مالكيش دعوة بيه بدل ما طين عشت.
عشتك. يا شعري، يا شعري، اوعي اوعي متوحشة، اوعي. الحقني الحقني يا استاذ، ساري بتتضرب، سوسو بتتضرب يا استاذ، الحقني. انا مش هعرف الحق نفسي اساسا، انا متربط وزي ما انت شايفاني كده. الحقك ازاي؟ الحقك ازاي قولي وانا هعرف الحق نفسي؟ يلا الله يرحمك ويرحمني. كلمة حق وطلعت منك، الله يرحمك ويرحمها، وهو ده اللي هيحصل. هطين عيشتك وعيشتها عشان تيمار تبقى تبصبص لها وهي تتسهوك لك. طيب بعدي وانا همشي، كفاية. هسيب شعرك، هسيبه، بس اول ما اسيبك بقى تجري. عارفة تجري يعني ايه؟ عشان انا لو لحقتك هخليكي عارفة الكفتة، عارفة الكفتة يا حبيبتي؟ هخليكي صباع كفتة. صباع كفتة ايه؟ انت ما تجيش صباع كفتة، ده انت ما فيش خالص، يعني مش انت كلك على بعض كده مش هتكملي صباع كفتة. فبس هعملك صباع كفتة، انا هتصرف، هزودك دقيق، هتصرف، هزودك خلطة، هتصرف، يعني التتبيلة هكمل الصباع. خلاص اوكي، همشي سيبيني همشي. انا اسفة يا استاذة، يلا بقى سلام، انا هجري بسرعة. شوف بنت الكلب، اقول لها اجري بسرعة تقوم تتسهوك لك قبل ما تجري. ماشي. اما انت بقى يا زوجي العزيز، يا حب عمري، يا اخرة صبري، يا اللي صبرت على القلب، هتشوف هعمل فيك ايه. مش هو كسحك، مش هو دغدغك، انا هعرفك الدغدغه اللي على اصولها. واحنا مش محتاجين المحل دي كلها، ومش محتاجين ان انت تفضل تنجبس ليه؟ ها، لو انت فاكر ان عايزك تخف، انا هخرج من هنا ارمله. يا سوسو يا سوسو، حرام عليكي يا سوسو، حرام عليكي. حرمت عليك عشتك عشان تبقى تحرم ان انت تعكس تاني وتبص واحده غيري. ها، حرمت. جسمي كله وجعني، حرمت خلاص حرمت. يلا استعنا عشاء بالله، يلا نجهز بقى خطوات الأرملة. أول حاجة إن أرميك على الأرض مادام أنا مسكت كده لما دراعي وجعني. تاني حاجة هنزل عليك، عارف نزلة تربي الاتش؟ ها، القاضية ممكن أهنا بقى هعملك القاضية ممكن، هلعبك بوكس وملاكمة وكل حاجة. هيلا هوب. يا نار. مفطس، انا بموت. موت عشان تحرم تاني تفكر نفسك توم كروز.